ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده للبنت اللي هي لسه مفركشه او لسه فاسخه خطوبتها وحاسه ان الدنيا اسودت قدام عينيها وحاسه ان الدنيا وقفت وكده. انا عايزه اقولك ما تزعليش وعايزاكي تبقي مبسوطه وسعيده، وانا هقنعك انه ليه لازم تبقي مبسوطه وسعيده. في نوعين من البنات. في نوع من البنات لما تبقى لسه فاسخه خطوبتها بتموف اون بسرعه وبتكمل حياتها بسرعه وبتقابل ناس وتلاقيها بعد شهر ابتدت تتعرف على ناس جديده وابتدت تكمل حياتها وخلص، يعني مش عايشه دور الضحيه تماما وبتخرج وعايشه حياتها وكل حاجه. وفي نوع من البنات زي حضرتك بتكتئب وبتحس ان الدنيا اسودت قدامها وحاسه ان هي مش قادره تكمل حياتها تاني. هتلاقي ان الشيطان بيقعد يلعب في دماغك ويقولك حاجات غلط. هيقولك ايه؟ هيقولك ان انتي خسرتي وان هو الشخص ده ما يتعوضش، في حين انه هو اللي خسرك وان انتي اللي ما تتعوضيش. هيقعد يقولك بس انتي مش هتلاقي حد يحبك زي ما هو حبك، مع انه لو انتي فكرتي بس دقيقة هتلاقي ان هو لو كان بيحبك ما كانش سابك. هتلاقي الشيطان بيقعد يقولك انتي مش حلوة فمش هتلاقي حد يحبك بسرعة، مع انه لو فكرت كده هتلاقي انه ياما ناس كتير قوي ارتبطوا ببعض واتجوزوا عشان هو عاجبه شخصيتها فشايفها حلوة، وياما ناس بتطلق ملكات جمال علشان هو مش قادر يعيش مع شخصيتها. هتلاقي الشيطان بيقعد يلعب في دماغك كده ويحسسك انه الدنيا سودة والدنيا خلاص وانتي مش هينفع تكملي تاني وخلاص حياتك هتكمليها ازاي ومصدومة في الناس. لا بصي، انتي اقعدي في جنبه بقى وما تتعامليش مع حد. انا عايزه اقولك ان فكك من الكلام ده، انتي في حاجات حلوة قوي قوي مستنياكي ومفيش سبب يخليكي زعلانة. الفكرة ببساطة انه انتي حابسة نفسك في محل هدوء، فانتي قاعدة يعني بتقولي مش عارفة اجيب انهي جاكيت، يا اما الجاكيت اللي هو شكله كويس واحسن حاجه موجوده في المحل يا اما الجاكيت الوحش ده. فانا مش هاخد الجاكيت الوحش ده اللي هو في الغالب بيبقى ابن عمك ابن خالتك مش طايقاه بس هو بيحبك، فانتي بتقولي ايه الاوبشنز التانية؟ طب خلاص مفيش غير الجاكيت ده فانا عايزه الجاكيت ده. فوانس انه حد خد الجاكيت ده او الجاكيت ده ما ينفعش تشتريه، هتحسي انه خلاص انا مش هشتري جاكيت. مع ان لو انتي خرجتي نفسك بره المحل اللي انتي فيه ورحتي المحلات تانية بعيده عنك في المسافه والوقت، يعني شفتي ناس بعد سنة او سنتين بره الزون اللي انت عايشة فيها، هتلاقي ناس احسن مليون مرة، هتلاقي جواكت احسن مليون مرة، هتلاقي جواكت قيمة وتعيش معاكي العمر كله. الفكرة ان انت مش راضية تدي لنفسك فرصة انك تخرجي بره الزون دي. في حاجة مهمة جدا انت مش واخدة بالك منها اللي هي تغير وتطور الادراك. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تبقي حد شايفاه انه ده فظيع، ده احسن حاجة، وانتي مش عارفه ان ممكن بعد سنه سنتين يو تشينج. فانا عايزه اقولك ان هي دي مش نهايه الدنيا انه سابك، لا انتي ما تعرفيش ممكن تكون دي احسن حاجه حصلت لك في حياتك. انتي بايدك تقدري تعيشي دور الضحيه وتبقي قاعده في البيت وزعلانه ومكتئبه، وفي ايدك تقدري تعيشي دور القويه وتهتمي بنفسك وتكملي حياتك وتتعرفي على ناس جديده وتشوفي وتقارني. اوقات كتير ربنا بيبعت لنا الناس الوحشه عشان لما الناس الحلوه تيجي نقدر قيمتهم. بكل بساطه لو انتي فسختي خطوبتك اعرفي ان ربنا شايل لك حد احسن مليون مره. ربنا والله العظيم في حاجات حلوه مستنياكي. وقومي دلوقتي البسي وانزلي اخرجي مع اصحابك واتبسطي، ويا رب بس ما كنتش طولت عليكم واشوفكم على خير ان شاء الله.